الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده الليمون المركز اللي احنا بنشتريه بره برقم خزعبلي. هنعمله بقشر الليمون. اوعي ترمي قشر الليمون تاني. هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا حوالي 2 لتر ميه بتغلي على حله على النار او طاسه. القشر بتاع الليمون بفرزه في الفريزر. هو مش شكله عيان ولا حاجه، هو بس كده عشان معصور ومتشال في الديب فريزر. هحط الليمون على الميه اللي بتغلي وهطفي النار وهسيبه متغطي لمدة نص ساعة، وبعد نص ساعة اقول لكم نعمل ايه. بعد مرور نص ساعة مجهزة هنا طبق فيه مصفى، هصفيه كويس جدا. هحطه كده وبعد ما يبرد هبتدي احطه في الازايز، طبعا بواسطة القمع يعني، علشان خاطر تقدروا تستخدموه في تتبيلة السلطة، في الفراخ، الوصفات. ممكن كمان تغسلوا بيه الفراخ والاسماك، وكمان تقدروا تحطوه في البخاخة، تنضفوا بيها الاسطح، يعني هينزل لكم الدهون من على الاسطح بتاعتها. بصوا انا حبيت اوريكم تجربه عملي اهي. الازازه دي انا كنت بشتريها من حوالي مثلا 7 8 شهور بحاجه و50 جنيه. طبعا ده ما تجيش ربع كيلو. دي كانت ازازه بتاعه دبس رمان، كانت عندي غسلتها وفضيتها. ودي كمان ازازه الميه. بصوا بسم الله ما شاء الله، حله ميه مع شويه قشر ليمون اهبل طلعوا لي المركز بتاع الليمون اللي احنا بنشتريه بالرقم الخرافي اللي بيبقى في السوبر ماركت. حلو جدا بجد، تحفة. مش هتفرقوه عن بتاع بره خالص، وتقريبا يعني بكلام فارغ. جربوه، سيبوا لي كومنت قولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش في عرب عايزه اوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم مسافات تانية جديده. بس في تريكايه عايزه اقول لكم عليها. اخر قشر الليمون بعد ما تصفوا الميه خالص، حطوا القشر على المصفى وحاولوا تعصروها بايديكم عشان تنزلوا البهاريز كلها. دي بس التريكايه اللي انا حبيت اقول لكم عليها. لو عجبتك بقى شيرها كتير وقولوا لي رايكم فيها ايه، وان شاء الله هنزلكم بصفات تانية جديده.